اكتر اعلان اتشتم في التاريخ. تخيل ان شركه تنزل اعلان وتتوقع انه يكسر الدنيا، بس بدل ما يزود مبيعاتهم خسرهم ملايين وخلاهم يتشتموا في كل حته. اللي حصل ده مع شركه بيبسي سنه 2017، الاعلان اللي كانت فيه عارضه الازياء الشهيره كيندلا جينر. قصه الاعلان كانت انها بتسيب عرض ازياء وبتنضم لمظاهره في الشارع، واثناء ما هي في المظاهره بتقدم كنز بيبسي لضابط شرطه كرمز للسلام. رساله الاعلان المفروض كانت انها بتدعو للتسامح والسلام، بس اللي حصل ان الناس شافت الاعلان بيقلل من القضايا الحقيقيه زي العنف ضد اصحاب البشره السمراء، وكمان شافوا ان الشركه بتستغل القضايا الاجتماعيه والمظاهرات لاهداف تسويقيه رخيصه. شركه بيبسي اضطرت انها تسحب الاعلان ده بعد 24 ساعه بس من نزوله، قدمت اعتذار رسمي وده حصل بعد ما صرفوا عليه ملايين. قبل ما تعمل اعلان لازم تعرف كويس جدا المجتمع اللي بتتكلم معاه، وانت تستغل القضايا الاجتماعيه وانت تبعد عنها خالص. قول لنا ايه اكتر اعلان شفته قبل كده واعتبرته كارثه؟